التشغيل خط تنازلي، التنمية خط تنازلي، التدين تصاعدي والفساد تصاعدي. اي نعم، واضح، هذا تشخيص. صحيح اللي قالوا سي شاكر صحيح، لكن بصفة عامة علاش تو الفساد صعب؟ احنا افتخر كنا في تركيا، كنا يدنا طاهرة، كنا نحبوا نحاربوا الفساد رغم التعطيلات ورغم كذا. اليوم علاش رجع الفساد؟ علاش؟ وتصاعدي. لأن يا سيدي الكريم المنظومة القديمة بعقليتها وبذهنيتها وبسلوكها القائمة على تدبير الرأس والنفوذ وإلى غير ذلك رجعت إلى الدولة. المنظومة القديمة والتجمعين ونداء تونس وأطراف أخرى اليوم رجعت خذت لا كوموند، وبالتالي الفساد لن تقضي عليه هذه الحكومة. هذه الحكومة تحرث في البحث ولا يطلب منها مقاومة الفساد، إنها عاجزة منها عن مقاومة الفساد. قد إذا عاجزة باش تقاوم الفساد ماهيش باش تحل المشكلة، ماهيش باش تحل المشكلة ولا تشغيل. ماني قلت لك الرؤية نتاعها ما عندهاش رؤية، ما عندهاش بوصلة. قلت لك ما عندهاش بوصلة يا سيدي الكريم. اليوم بلادنا في حاجة إلى إعادة مراجعة كاملة وإعادة الثورة تحطها في مركز صدارة، وتقول البعد الاجتماعي وتقول بعد الفساد. هذا هو اليوم للأسف الشديد آليات الدولة، مش حكومة ضعيفة، آليات الدولة اليوم للأسف. هذه من تداعيات الرز بالفاكهة، أن اليسار لما تحالف مع التجمعيين أدانا المشهد السياسي الحالي. اليوم التجمعين رجعوا بلبوسات مختلفة خرجنا على موضوعنا، والجبهة هي بدها متضرة. ولكن الواقع الحالي اليوم الفساد سيستشري وسترون الفساد سيزداد ولن تستطيع. بيدو يقول ثم ممارسات فساد، مش ثم ممارسات، ثم عقلية فساد، آليات فساد ريناها من الحملة الانتخابية اللي شهدت أكبر تحيل على الشعب التونسي. وبالتالي أنا لا أقول أن هذه الحكومة قادرة، مش قضية إجراءات يا سيدي الكريم. الموضوع حتى في التشغيل مش قضية إجراءات وتدابير، راهي تمشي الجمعية الترانسبارنسي انترناسيونال تعطيك كل الآليات لمقاومة الفساد. لكن ما دام أنت حكومة في تكوينتها في داخلها في مكوناتها ما تستفيد من هذا الفساد، لا تستطيع أن تحاربه، ومسكينة النهضة في هذا. طيب في نفس الملف شوف بالنسبة للفساد